السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هنشرح مع بعض مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد التعبير الكتابي بعنوان كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه رسالة البريد الإلكتروني الرسمية. طبعا هي رسالة بترسل عبر الإنترنت، بتبعتها عن طريق النت وتوجه لمؤسسات أو شركات علشان تعرض فيها مشروعك أو فكرتك أو معلومة عاوز تقدمها، وتقدم طلبا واضحا ومحددا. تذكر أن كتابة رسالة البريد الإلكتروني الرسمية هي رسالة ترسل عبر الإنترنت وتوجه إلى مؤسسات أو شركات لتعرض مشروعا أو فكرة أو معلومة وتقدم طلبا واضحا أو محددا. تعالوا بقى بينا نعرف ايه هي عناصر كتابة رسالة البريد الإلكتروني الرسمي. أول حاجة في العناصر هم 6 عناصر، نقولهم كده بالترتيب وبعد كده نقول تفاصيل كل عنصر. أول عنصر العنوان، الثاني الترحيب، الثالث فكرة المشروع، الرابع هدف الرسالة، الخامس الطلب، آخر حاجة الختام. نبدأ بالعنوان ويجب أن يوضح هدف الرسالة. أما الترحيب فهو عبارة تقدم للمرسل إليه بشكل رسمي ومختصر، يعني تقول رسالتك بشكل سريع كده، ما تقعدش تطول في الكلام. أما فكرة المشروع هتعرض فيها تفاصيل مشروعك وأهدافه. الهدف بتاع الرسالة إن أنت تشرح الهدف من الرسالة. أما الطلب فهو طلب واضح ومحدد بيقدمه المرسل. وآخر حاجة الختام، وهي جملة قصيرة جدا لتقديم الشكر أو إظهار الاحترام للمرسل. فبيقول لك هنا عند كتابة رسالة البريد الإلكتروني يجب أن تراعي 3 خطوات. أول حاجة هتكتب عنوان البريد الإلكتروني للمرسل والمرسل إيه، تكتب عنوان اللي أنت هتبعت له وعنوانك أنت الشخصي. تسلسل الفكر ووضوحها، لكن لازم تكون الأفكار متسلسلة وواضحة. آخر حاجة هتكتب الألفاظ بصيغة الجمع علشان تظهر الاحترام للناس اللي انت بتكلمهم أو للشركة اللي انت بتكلم، يعني تقول معكم، ردكم، تفضلوا. تذكر أن عناصر كتابة رسالة البريد الإلكتروني الرسمية هي العنوان والترحيب وفكرة المشروع وهدف الرسالة والطلب والختام. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. تعالوا نشوف مع بعض رسالة بريد إلكتروني ونحللها إلى عناصرها. جايب لك هنا العنوان الإلكتروني فوق من وإلى. الموضوع بيتكلم عن الشراكة في مشروع تنظيم الرحلات. أول حاجة في الترحيب بنقول عزيزي الأستاذ عثمان، تحية طيبة وبعد. بعد كده بنتكلم عن التعريف، هيقول أعرفكم بنفسي، أنا أحمد صاحب مشروع العالم بين يديك، وهو مشروع قائم على تنظيم وإعداد الرحلات السياحية الداخلية بمصر. بعد كده هنتكلم عن فكرة المشروع. يهدف هذا المشروع إلى تنشيط السياحة الداخلية بمصر والعمل على زيادة الانتماء وحب مصر من خلال تعرف
تاريخها وآثارها وحضاراتها المتنوعة، وهو مشروع غير ربحي يعمل على توفير رحلات سياحية متنوعة بأقل الأسعار لتناسب جميع فئات المجتمع. بعد كده يتكلم عن هدف الرسالة. ولقد سمعت عن شركتكم الموقرة نفرتيتي، وهي شركة نقل سياحية داخل مصر لتأجير الحافلات المميزة ذات الطراز الجديد، فوددت أن أعرض على حضراتكم فكرة مشروعي، وذلك بهدف السعي إلى شراكة مع شركتكم. الطلب: أتمنى أن تحددوا موعد مقابلة لعرض الفكر المطروحة والاتفاق على آلية الشراكة بيننا. وبعد كده الخاتمة: سعدت بالتواصل معكم وفي انتظار ردكم مع أطيب التمنيات. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. تعالوا نطبق كده ونشوف الأنشطة. بيقول لك أول نشاط: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1: تبدأ رسالة البريد الإلكتروني بفكرة المشروع. العبارة خاطئة، هي تبدأ رسالة البريد الإلكتروني بعنوان المشروع. رقم 2: يشرح كاتب الرسالة مشروعه في الخاتمة. العبارة خاطئة. 3: الهدف من هذه الرسالة طلب شراكة. العبارة صحيحة. 4: كتابة العبارات بصيغة الجمع يعبر عن الاحترام. العبارة صحيحة. نشاط رقم ج: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. جملة يعرف فيها مرسل البريد الإلكتروني نفسه. هنختار التعريف. عبارة شركتكم الموقرة تدل على أن الرسالة. هنختار رسمية. 3: مع أطيب التمنيات جملة. هنختار جملة ختام. النشاط رقم ه: اكتب رسالة بريد إلكترونية رسمية مستعينا بالعناصر الأساسية الموضحة بالجدول. تعالوا الأول نشوف العناصر، ومن خلال العناصر نقدر نكون ونكتب رسالة البريد الإلكتروني. العنوان بيتكلم عن طلب تصميم موقع إلكتروني. الترحيب هي جملة تحية طيبة وبعد. التعريف: أنا فريدة محمد إبراهيم، صاحبة مشروع صحي ولذيذ للأكلات الصحية الجاهزة. فكرة المشروع: هو مشروع بيهدف لتقديم الوجبات الصحية الطازجة بأسعار مناسبة لتشجيع الناس على تناول الغذاء الصحي المتوازن. أما هدف الرسالة: قد شاهدت بعض المواقع الإلكترونية من تصميم شركتكم الموقرة ولاحظت تميزها، فكنت أود أن نتعاون معا لتصميم موقع إلكتروني. أما الطلب: لذا أطلب من حضراتكم تحديد موعد مقابلة للاتفاق على التفاصيل. والختام: وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. تعالوا بقى من خلال العناصر دي نقدر نكون الرسالة. طبعا احنا بنكتب العنوان البريدي بتاعي وبتاع المرسل إليه. الموضوع بعنوان طلب تصميم موقع إلكتروني. بعد كده بنكتب تحية طيبة وبعد. أعرفكم بنفسي: أنا فريدة محمد إبراهيم، صاحبة مشروع صحي ولذيذ للأكلات الصحية الجاهزة. يهدف هذا المشروع لتقديم الوجبات الصحية الطازجة بأسعار مناسبة لتشجيع الناس على تناول الغذاء الصحي المتوازن. وقد شاهدت بعض المواقع الإلكترونية من تصميم شركتكم الموقرة ولاحظت تميزها، فكنت أود أن نتعاون معا لتصميم موقع إلكتروني. لذا أطلب من حضراتكم تحديد موعد مقابلة للاتفاق على التفاصيل. وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير. وبكده أكون نهيت معاكم إزاي أكتب رسالة بريد إلكترونية، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا